المصريه فسيخيه شرسه على الحارس ديالنا ياسين بونو من بعد التصريح اللي قال في واحد الصحيفه ارجنتينيه انه عجبو الاداء ديال ميسي في الماتش ديال مصر، حيت هو اللي هز الفرقه ديالو ودار ريمونتادا زوينه. ومفعله له الصوت الشتوي ياسين بونو. برضه مش هيبصلك لما تشوفي حلمة ودنك. يعجبك امبابي اللي استعاد شخصيته برضه لما دخل في الجول خلى الشبكه تزغرطي لعثمان ديمبلي ابن الضال العاق مع ادفونتينو. ديمبلي وإيفانتينو. انا ما اعرفش هذه السيده بصراحه ما علاقتها بكره القدم، وبدات انها تخلق فتنه كبيره ما بين الشعبين مره اخرى. السيده خليناها في الصوت الشتوي، انا خليتك في الصوت الشتوي، خليني انا وخلينا في الصوت الصيفي. ما عندك تا علاقه بكره القدم اختي في الله، ما عندك تا علاقه في كره القدم، خليكي في الصوت الشتوي. ألم يعجبك يا حبيبتي بونو هو طول الماتش شايل الماتش كله وهم الماتش كله على دماغه؟ ولا هل يعجبك ليه وانتي نازله بونو 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 بونو؟ يا حبيبتي عايزه ايه من بونو؟ عايزه ده مخلف يا حبيبتي، مخلف يا ياسمين وعنده ابنه زي القمر. أن ياسين بونو تم سؤاله من طرف صحفي أرجنتيني عن رأيه في ميسي، فأبدى رأيه في اللاعب ميسي النجم ميسي. وأنا كريالية يعني ثقيلة على قلبي، لكن هي الحقيقة، ميسي واحد من أحسن نجوم في هذا القرن، شئتم أم أبيتم. هاد معيوه هادي صاحبه لي لونتي الزرقين ديال الهوسبيتال في شارع فيصل اللي مستحوذين عليه السودانيين تمايا، ما علينا. هاد سيادنا معروفه تما في مصر بالانبطاح وعندها عقليه ذكوريه. طبعا ظهر لي مقطع يا اخوان انه في ياسمين عز زعلانه من التصريحات الاخيره لياسين بونو. ياسين بونو قال شنو؟ لقد اعجبني اداء ميسي والشخصيه التي اظهرها في الدقائق الاخيره في المباراه وما اعرف شنو. فياسمين شخصنت الموضوع وقالت لي الم يعجبك هدف مبابي الذي سجله وخلى الشبكه تزغرط؟ يعني في بيف حاصل. قلت لي احنا ما شفنا اصلا حارس فرنسا يا صاحبي، ما شفنا الحارس. يعني خليك في مباراتك، مالك ومال ميسي قدام مصر. اسمعي يا الشيخة يا الرقاصة رقصني يا جدع. شوف احنا فين وانتم فين، احنا ساكتين ما كنهضروش، نتوما جالسين كطبلوا وتغيطوها بوحدتكم. باش اللي سمعتوا، لان الفيديو ديالها طويل وفي كله استفزاز وكتحاول انها تكلاشي ياسين بونو، اللي اصلا ياسين بونو المشكله اللي ما عارفاش هذه المذيعه الغبيه بين قوسين، ان ياسين بونو اصلا ما حاطش مصر في التصريح ديالو، ما فكرش فيهم اصلا. ياسين بونو كيهضر على شي لعابه عندنا هنا في المنتخب اللي ما داروش ديك النفس اللي دار ميسي، اللي بقى بامن بالحظوظ ديال الفريق ديالو، وحتى لاخرت الماتش خلق فرصه وماركا هدف وعاون بلادو باش يطلعوا. ياسين بونو حارس المنتخب المغربي يطلع في تصريح يقول لك اعجبني الروح التي اظهرها ميسي في مباراة مصر. اللاعب لا كفر ولا تكلم عن المصريين ولا قال شيء مجافي للحقيقة. طيب يا ياسين ويا بونو، ألم يعجبك امبابي اللي استعاد شخصيته برضه لما دخل في الجول خلى الشبكه تزغرط؟ ياسين بونو شاهد مثل ما العالم كله شاهد ما الذي عمله ميسي في مباراة مصر. لم يعمل سوى أنه شان المنتخب الأرجنتيني العاجز حرفيا، وصنع وسجل وعمل كل شيء يستطيع أن يفعله في الملعب. تقول رأيك؟ لا ما تقولش، احتفظ بيه لنفسك. ليه؟ عشان سارق متآمر أفاق الابن الضال العاق مع ادفونتينو. اخوان ضد هاد ياسمين عز قالت لك علاش بونو شكون يعجبو ميسي، واش نكون بغيتي يعجبو تريزيغي ولا يعجبو زيكو؟ بونو يا جماعه شكون ولا محمد صلاح شكون بغيتي يعجبو بالضبط؟ راه اللي دار الريمونتادا هو ميسي، اللي عاود رجع للمباراه وعاود دار صنع الاهداف ومارك الاهداف هو ميسي. دونك ميسي اغلبيه العالم غادي يشوف ان ميسي هو البطل في ديك المقابله. عادي، انت مالك يا عره، خليكي في اللي بتفهميه، خليكي في العلاقات والست شو لازم تعمل للراجل. بعدي عن بونو، بعدي عن كرة القدم يا عرة، بعدي. لك في ايه يا جماعة يا مصريين؟ ما تخليكم بعاد عنا.
حملة الشماتة اللي معمولة ضد اخواتنا المغاربة بعد ما خسروا وطلعوا من كاس العالم أنا مش هشارك فيها ولا عمري هشارك فيها، لأني ما شفتش منهم غير كل خير. ما شفتش واحد أو واحدة مغربية إلا وكانوا بيدخلوا عندي في الكومنتات وكانوا بيدعوا لمصر وبيشجعوا مصر وبيدعوا إن مصر تفوز زي ما إحنا وقفنا جنبهم بالظبط. مش هاخد ذنب كل الناس بذنب واحد طلع غلط في مصر أو شمت في إن مصر طلعت من كاس العالم فبقوا كل المغاربة وحشين. وفروا الشماتة دي بقى لحد بكرة في ماتش الأرجنتين وسويسرا، وندعي كلنا ان احنا كلنا نطلع ونحتفل بخساره الارجنتين قدام سويسرا. دي الشماته اللي ممكن كلنا نشترك فيها، مش عشان بنشمت في حد لا سمح الله، لا، بس عشان هم ظلمونا وجم علينا، فنتمنى ان ربنا ياخد حقنا قدام العالم كله. لكن ان انا اشمت في اخويا اللي كان بيشجع مصر او اختي اللي هي اصلا صديقتي، انا صاحبتي واختي وجارتي مغربيه، فانا اشمت فيها ازاي؟ مستحيل هعمل كده. حبايبنا وهيفضلوا طول عمرهم حبايبنا، اما الناس الوحشه فملناش دعوه بيهم. وجهزوا عشان حمله الشماته اللي هنعملها بكره في الارجنتين، ومن دلوقتي يشتغلوا دعاء على الارجنتين ويمكن ربنا يجيب لنا حقنا وبس. يا اختي يا ياسمين يا عزت، والله لا حشومه عليك يا اختي. حنا كنحاولوا نصلحوا العلاقات بين المغرب ومصر في السوشيال ميديا وهذا الشرخ اللي وقع، وانت اليوم كتخرجي في برنامج وانت زعما مقدمه برنامج وكتسبي وتعايري بطريقه كيفاش ان الحارس العملاق ياسين بونو خرج بتصريح، وحنا قبل مقابله ديال مصر مع الارجنتين حنا كنعرفوا ان ياسين بونو سيري اختي قلبي ديري شويه الجهد شويه قبل ما ديري شي خطا تقطنوا بين الفتنه بين جوج الشعوب. سيري قلبي على ان ياسين بونو من عشاق الكره الارجنتينيه، وكان الحلم ديالو انه ومازال الحلم ديالو انه ينهي المسيره ديالو في الريفر بليت عزيزه عليه من الطفوله، وهو حافظ اغاني ديالو. يعني الى خرج تصريح وقال لك على انك تعجبني طريقه ميسي كيفاش تحمل المسؤوليه وهز الفريق ديالو ووصلوا، يعني جاز واحد المقابله كانت صعيبه واهلوا للثمون، هذاك الراي ديالو. ما حنا كنعرفوا ان في مصر هناك الناس كيحماقوا على ميسي، كنا عادي، ما يعني هذا كيبان عندك حساسيه اختي. الله يهديك، شويه ديال الهدوء وبركه من الشعل. يعني الاجواء بين المغرب ومصر، حنا اجواء بيناتنا الحمد لله اجواء ممتازه بين المغرب ومصر. حاولوا الله يخليكم، حاولوا تجتنبوا بحال هذه الاحتكاكات وديري شويه مجهود والله يخليك. انا كتدخل كاستاذ يعني، وانت فين كنت يا بونو لما تمارك عليك هدف ديمبيلي ومبابي؟ عيب، هذاك راه بونو، هذاك راه اسطوره، هذاك احسن حارس عربي ولا في التاريخ. اعتقد ان بونو بهذا التصريح يشمت بخروج منتخب مصر، لان بونو لاعب كبير ومحترف واكبر من هذه الامور، وكلنا شفنا انهياره وبكائه وحزنه بعد خروج المنتخب المغربي بعكس لاعبين المنتخب المغرب الباقيين. واتوقع انه يقصدهم لانهم ما قدموا الاداء المنتظر منهم، لا اداء لا روح لا قتاليه، بعكس ميسي اللي لعب بروح وقتاليه وسجل هدف وصنع هدف. السلام عليكم. في الوقت حنايا بقى فينا الحال على المنتخب المغربي تقصى مع فرنسا وهذه في كاس العالم، كاين واحد الناس اللي كيحققوا واحد الانجاز كبير، ربحوا كاس العالم وبطوله العالم وفي هاد الرياضه اللي ما كيعرف حتى واحد، واش انا مني منكم، انا ما كنتش كنعرفها، لا تسطح مع الفيديو. هاد الرياضه سميتها تشيس تاك، وبالعربيه حابه بروفيسيونيل. المغرب داو بطوله العالم في حابه، مبروك عليهم. والله تيستاهلوا، والله دوزوا ماتش كبير و1000 مليار مبروك عليهم. حنا كنفرحوا لاي واحد كيمثل الوطن ديالنا والمغرب. الهديه جبت لكم هديه، اسمع صدق مبروك، خليكم مع الفيديو. المغرب عاوتاني بطل العالم ديال رياضه اخرى، غير هذه المره الصحافه المغربيه باقي ما كتهضرش على هذا الانجاز، ولكن صراحه هذه واحد الرياضه اللي باقي ما معروفاش بزاف في المغرب، ولكن ملي كتفرج فيها راه كتبقى غير حل فمك. وهذه الرياضه سميتها تشيس تاغ، حابه بروفيسيونيل. وبهذا الفيديو بغيت نشارك مع المغاربه كاملين الفرحه ديالنا والفوز والتتويج ببطوله ديال العالم ديال تشيس تاغ. اهو ده فعلا اللي اتقال عليه فعلا اسطوره. شوفوا التصريح يا جماعه من نجم عالمي، احسن لاعب في تاريخ الارجنتين، يقول لك ان مصر ما تستحقش انها تطلع، وما ينفعش منتخب بلاده يصعد بالطريقه اللي صعد بيها دي وبالظلم اللي اتعرض له منتخب مصر ده. هو فعلا ما فيش غير اسطوره واحده في الارجنتين هي مارادونا. التصريح هذا نقلته صحيفه جهنم سبورتس. خويا مارادونا راه مات، شحال هادي مات اخويا، والله الا مات بالله، راه ما قال والو اصاحبي. لا صاحبي ما يمكنش، تخيل ما لا بلا مارادونا باقي عايش في مصر. نيتو راه من داك الاستقبال اللي داروا المنتخب ديالهم مش عارفين فين عايشين 1902. يا راه بلا مارادونا باقي حي الدراري اللي بغى يتفرج مارادونا يطلع لمصر الدراري. يا راه بلا كيداير مات مارادونا، مات اصاحبي مات. واش كدوم منين تكون كتمرقن؟ راه مات، راه بزاف، راه مات شحال هادي شي 5 سنين ولا 6 سنين باش مات دابا مارادونا. يا حماق كيدير. الاخ ديال سفيان امرابط كيقول لنا باللي سفيان ما غاديش يلعب مع المنتخب، نومور محدوه به كاين تما شجاع.
انا ما كرهتش الشجاعه، كون كانت يا ماتش مانشستر يونايتد يا ماتش سفيان كان كيتبهدل، ما كانش كيلعب ولا لعب، ما كيلعبش البوست ديالو، ونهار دار احسن ماتش في حياته ضد مانشستر سيتي في الفينال ديال الاف اي كاب، قالوا ليه شكرا تهلا ما غاديش نشريوك تهلا اخويا مزيان درتي ماتش زوين ولكن تهلا ما هضرش، ما كانش كيهضر، ماشي ملي قالوا ليه تهلا ما كانش كيهضر، وفاش ما كانش كيلعب ما كانش كيهضر، وقبل ما يجي كان كيقول كنتمنى، بعدا بدا بالبارسا كنتمنى البارسا، من بعد ولا كيتمنى مانشستر يونايتد، وصغرو كامل كيحلم يلعب في مانشستر يونايتد. ما فهمتش علاش المنتخب حيط قصير، تقدر تقول لي تما مانشستر يونايتد هي المنتخب ماشي معاك كاع انا بعيد، انت عند بالك عندك النيفو باش تلعب في مانشستر يونايتد، يعني غتهضر على راسك، راه غارناتشو ما عندوش النيفو ديال تشيلسي، راه كاع ما كيتريني لهم في تشيلسي، حيت ما كيلعبش دقائق وكذا وما كيحترموش داك الشيء كامل، شجاع يقدر يكون ماشي كوالو ولكن شجاع، ما كيمارسش الشجاعه ديالو على المنتخب الارجنتين مثلا. ما بغيتيش تلعب في المنتخب حيت كاين وهبي، غتمشي تهضر مع القجع، غتهضر مع وهبي، غتهضر مع الناس اللي ماشي هما الشعب المغربي، جاي انت كتقول للبوبليك كامل، انا علاش كتقولها حيت بغيتي وهبي يطير صافي، يعني داك الشيء مصالح شخصيه، انت ما كيهمك لا منتخب لا تلعب لا ما تلعبش، اي واحد ما بقاش باغي يلعب مع المنتخب حيت ما مسلكاهش شي حاجه كيدير الشونطاج، غتبقى دير الشونطاج اخويا سير حالك ما تجيش ما تلعبش اصاحبي، خلاها الماسون اشرف الصابيري العب لا باغي تلعب. متابعي السوبر 3 ساعات اهلا بيكم. صحفية مصرية طلعت شتمت في ياسين بونو الحارس المغربي الحارس العالمي. طبعا ليه؟ لأن ياسين بونو طلع اتكلم وقال ان هو معجب بأداء الأرجنتين أمام مصر ومعجب بأداء ميسي، وشاف ان ميسي هو اللي عمل كل حاجة في مباراة الأرجنتين ومصر، وأشاد بيه وقال ان هو عجبه جدا في المباراة دي. كلام عادي مفيش مشاكل، ممكن يعني انا عن نفسي الكلام ده لما ياسين بونو قال انا لمته وطلعت قلت يا ياسين يعني انا زعلت منك وما ينفعش ان انت تقول كده، وانت عارف ان المصريين في الوقت الحالي عندهم غضب شديد وعارم ضد الارجنتين وضد ميسي وضد الفيفا والحكام والكلام ده، فكلامك ده يزود الفتنة والناس هتبقى فيه يعني ما كانش فيه داعي يعني. لكن اللي حصل انا بقى اتفاجئت بالصحفية دي طالعة مش بتلوم ياسين بونو، دي بتشتمه يعني شتايم مباشرة، واخد لي بالك انت، شتايم مباشرة اللي هو يعني قلة أدب من الآخر. ليه احنا وصلنا للمرحلة دي؟ في النهاية ياسين بونو لما طلع يتكلم وعبر عن موقف شخصي، هو ممكن يكون بيشجع الأرجنتين، دي كورة في النهاية يا جماعة، هو مش مطالب ان هو يشجعك وانت مش مطالب ان انت تشجعه، خلاص هو بيشجع الأرجنتين، هو حر، له حرية وله الاحترام الحرية والاحترام اللي احنا ما نعرفوش للأسف. لما واحد يقول رأي مخالف لازم يتسب هو وعيلته وأهله وأمه وأبوه واللي خلفوه، الاحترام اللي هو ما بقاش موجود، اللي كل واحد بينسى تربيته ومجرد ما يلاقي حد مختلف عنه بتطلع تربية الزرايب والخرابات بتطلع. ليه الشتيمة؟ ما تعبر، اختلف، لوم، عاتب، انقد، هاجم، لكن بأدب وبذوق وباحترام. ليه تعمل مشكلة؟ والمشكلة ان دي صحفية كمان يعني وبنت يعني فاهم، خد بالك اللي هو بتقول كلام يعني ممكن يعمل أزمة دبلوماسية أصلا، مفيش مسؤولية، مفيش خالص يعني. كل ده عشان ايه؟ عشان هو بيشجع، يا سيدي اقول بيشجع الأرجنتين ما بيشجعش مصر، عادي هو حر. على فكرة في مصريين بيشجعوا الأرجنتين وما بيشجعوش مصر، هم أحرار برضو، لأن دي كورة، دي مش سياسة، هو كده مش خاين مش عميل، هو بيشجع الأرجنتين خلاص. انت في منك ناس بتشجع المغرب وفي ناس ما بتشجعش المغرب، وفي ناس انا شفتها بعيني طالعه بتعمل حاجات مش كويسة على منتخب المغرب، فعادي بقى. الاحترام يا اخوانا والهدوء، وهي عيب نطلع احنا كمصريين شكلنا بالمنظر ده، وبما نكون صحفيين كمان العالم كله يضحك علينا ويتريق علينا ويتكلم عننا وحش، عيب.